ده اللي يحرق الدم ويضحك في نفس الوقت. ده فعلا يلي عليه المثل اللي يقول لك هم يضحك وهم يبكي. ايفانس لاعب كان متواجد مع ليستر سيتي اللي هبط للتشامبيونشيب. إخواني، لا يجب أن تحركنا الأحقاد على الناجحين والمتفوقين. خدها قاعده في حياتك كده، مفيش لاعب اتمرن مع السير اليكس فيرجسون وتقول عليه ما بعرفش يلعب، حتى لو سنه عدى ال 35 سنه. عدها لي عدها لي. يلا بينا بقى نتكلم عن ماتش مانشستر يونايتد وبيرنلي. نبدا من الاخر للاول، او نبدا بمعنى اصح بالنقط الايجابيه. ايوه معلش، ما هو اللي اتنفخ من الشوربه ينفخ في الزبادي، وده اللي احنا اتعلمناه مع مانشستر يونايتد. النهارده يكسب بكره يخسر بنتيجه كبيره عادي جدا. برونو فرنانديز كده بيرجع ذكريات فان بيرسي بهدف من صناعه ايفانس، شوطه مره واحده على الطاير كده، يعني بترجع لنا ذكريات جميله شفناها مع فان بيرسي، والجيل اللي قبلنا شافها مع فان باستن. الكره دي عمرها ما جلت. تين هاج بدا اللقاء بتشكيله 4-2-3-1، وفي اوقات بتتحول ل 4-3-3، وده على حسب وضعيه برونو، اللي في اوقات بنلاقيه صانع العاب وبيكمل مع هوايلاند، وفي اوقات تانية بيتحول لجناح يمين. حنبال هو اللي بيكون صانع الالعاب، حاجه نفتخر بيها كلنا طبعا كعرب ان يكون لاعب تونسي متواجد مع نادي عريق زي مانشستر يونايتد. احنا بنتكلم كوره بس، يعني احنا اصلا لينا حته تانية نفتخر بيها عن اي حد في الكوكب. مش عايزين المكسب برضه نخلينا نتغاضى عن النقط صعبه شويه، وهي الباص اللي بيخترق من خلال وسط الملعب سهل جدا الباص، واللعيبه اللي بتيجي من خلف الامام، وشفناها في ماتش بايرن ميونخ، وكان برضه وجود ليندلوف، لكن الكره المره دي خبطت في العارضه. هي تفاصيل بسيطه زي دي لازم تنهاج يكون مقرر اللعيبه، سواء كان لاعب وسط الملعب هيرجع لو انت بتلعب مان تو مان، او لاعب سير باك يكون عنده بعد نظر، يكون واخد باله من اللاعب اللي جاي لمنطقته، ودي ساعتها بيكون دفاع منطقه. بيقولون باك شمال اي نعم جاي لوقت معين، لكن هو لحد الان ماتش بايرن ميونخ وماتش بيرنلي عمل ماتش كويس جدا. زائد عندك فارار رجع اخيرا بتبديل في الدقيقه 79 مع ريجولون، وسفيان مرابط لاول دقيقه لعبها في الدقيقه 89 نزل مكان ايفانس. فمجمل كده لو انت شفت اللعيبه كلها المصابه لو رجعت، هيكون عندك تنوع كتير في خطط اللعب، وتنوع في نوعيه اللعيبه. يعني انت عندك مثلا لاعب زي مرابط وكازيميرو، تقريبا الاثنين كويسين جدا في الناحيه الدفاعيه، وتقريبا لقيت ضلتك في مهاجم هو هوايلاند لحد دلوقتي مأدي اداء كويس، بس طبعا مستنيين الافضل مع الوقت. سلام.